الناس القدام كانوا كيديروا الحريره وكيديروا فيها الحمص. فعلاش كيديروا الحمص؟ واش خصنا نحيدوا القشره من الحمص ولا لا؟ وتبع معايا الحمص شنو هما الخاصيات اللي فيه. اول حاجه في 164 غرام ديال الحمص طايب غنلقى 15 غرام ديال البروتينات ونلقى 13 غرام ديال الالياف. من خلال هذه النقطه هذه كنستنتج ان الا كانوا طالعين البروتينات وطالعين الالياف فغيكون كيشبع. الناس القدام كانوا كيديروه في الحريره باش يشبعوا مزيان وما غيدخلوش سعرات حراريه طالعين، سورتو تنسميهم السعرات الحراريه الخاويين. منين كندير ليه النقع ولا منين كنحطوه في الماء لمده 24 ساعه حتى 48 ساعه حمض الفيتيك تيمشي ليا مع الماء. بطبيعه الحال بعض الفيتامينات ومعادن كيمشيو ليا مع الماء اللي تيتسموا هيدروسوليبل ولا كيمشيو ولا كيذوبوا في الماء، الا انني خاصني نخلي هذيك القشره. علاش؟ فهي اللي كتطلع ليا نسبه الالياف، خصوصا الالياف الغير الذائبه. فمنين كنهضر على الالياف نسبه السكر غتقاد ليا مزيان. وغنهضر على واحد النقطه اللي مهمه، انني غنراقب الوزن ديالي في رمضان. علاش؟ غناكل اغذيه اللي كتشبعني وبالتالي ما تخلينيش نزيد سعرات حراريه خاويين اللي ما عندهم حتى معنى. بلا ما نهضر على ان الحمص فيه معادن مهمه. المنغنيز 74% ديال الاحتياج اليومي، النحاس، السيلينيوم، الزنك، المغنيسيوم، لي فيتامين بي 9 بي 6، يعني عامر الفيتامينات والاملاح المعدنيه. والالياف ديالو جيده، الذائبه والغير ذائبه، اللي غيخليو نحس بالجهاز الهضمي ديالي مزيان. خلاصه الحمص ما خصنيش نحيد منه القشره. بارطاجي لي هذه المعلومه مع صحابك واكل يا ربي.